بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما عودتكم أن نجرب الوصفات والوصفة اللي تنجح لي نشاركها معكم. اليوم جبت لكم وصفة البحلوة أو البقلاوة. هذه الوصفة جربتها عدة مرات، وصفة ناجحة وطريقة سهلة. نشوفوا المقادير: 4 كيلات فرينة، عبرت بالعلبة تاع 250 جرام فارغة، تكون فارغة نعبر بها، و الصينية تاعي 30 إلى 35 سنتيم. ثم كيلة تاع سمن دايبة نعبرو عند الخط هذاك فوقاني، ونحضروا نصف كيلة ماء ونعمروها بالماء زهر ونخليها على جهة، ونبدأ نبسس السمن مع الفارينة تاعي مليح. وهنا إذا كانت عندك الصينية تاعك كبيرة بغيتي تستعملي كمية أكبر تاع 40 على 41 مثلا، تكبري العلبة، تستعملي كل العلبة الكبيرة تاع 500 غرام. نحطو حبة بيض ونبدأ نرش بالماء والماء زهر حتى تكملي العجينة. أنا استعملت كل الكمية تاع الماء، كاين اللي تنقص شوية أو تزيد على حساب الفارينة إذا كانت تشرب ولا لا، ولكن أنا استعملت كل الكمية، جاتني نيشان. إذا نلم العجينة ثم نقسمها إلى كرات. أنا قسمتها إلى 8 كرات، 4 من الأسفل و4 من الأعلى. ثم نحطها في كيس بلاستيكي ونحطها في الثلاجة ترتاح. هذه العملية نقوم بها في الليل، خليها ليلة ترتاح. أيضا الحشو نحضره في الليل ونخليه يرتاح. فعلى حسب الصينية تاعك، إلا ما كنتيش تعرفي العبر تاع الكاوكاو، هنا تحطي الكاوكاو مطحون وتعبريه بهذه الطريقة. أو أنا عبرت بالعلبة الفارغة هذيك تاع لأنه ما كانش عندي كيلو كاوكاو. الصينية تاع 30 35 نحط فيها كيلو كامل، ولكن ما كانش عندي، كانت عندي كمية وزدت شريت فعبرت بالعلبة. نحط شوية قرفة، 4 مغارف سمن دايب، وهنا المفروض نحط نص كيلة سكر في الأول، نسيتها يعني، حتى الأخير حطيتها نص كيلة سكر. نخلط ونبدأ نرش بالماء زهر، نرش فقط ما نشمخاش بزاف، يعني نرشه يعني كيما الطعام، ونغطيه ونخليه يبات ليلة هو أيضا. في الصباح نجي نخرج العجين تاعي من الثلاجة ونبدأ نحل بالمايزينة. هنا نستعمل المايزينة، كمية مليحة لازم تكون عندك من المايزينة. ونجيبوا هذا المطرق، يعني نشري واحد جديد ونخليه فقط للعجائن نحل به. نبدأ نحل الكرة الأولى، نرش المايزينة نحلها حجم متوسط، يعني نحلها شوية سواء حبيتي دائرية ولا مربع. نحلها ونخليها نحطها على جهة، ونزيد نحل الكرة الثانية. نحل الكرة الثانية ثم نحط على الطبقة الأولى كمية مليحة تاع المايزينا، ونحط فوقها الطبقة الثانية بهذا الشكل. نحط كمية مليحة ونحط الطبقة الثانية، ونكمل بنفس الطريقة. نزيد نحط كمية تاع المايزينا، كمية مليحة، ونزيد الطبقة الثالثة، ونزيد كمية تاع المايزينا، ونزيد الطبقة الرابعة، لأنه رايحين نحلوهم كامل مع بعض في ضربة واحدة هكذا. ونزيدو الثالثة ونزيدو الرابعة، ثم نبدأ نحل في مرة واحدة، نحلهم مع بعض، نحلو غير بشوية لأنه الطبقات تنفصل على بعضها البعض، وندورو نحلو وندورو هكذا. ومن بعد نقلبهم كامل، نقلبهم لأن الطبقة التحتانية تكون صغيرة عليهم، فنقلب ونزيد نكمل نحل هكذا. نقلبهم كامل مع بعض ونزيد نحل غير بشوية حتى نتحصلوا على الحجم المناسب للصينية تاعي. ندهن بالسمن دايب 2 مغارف ولا 3، ندهن كامل الصينية، ونلف العجينة على الحلال بهذه الطريقة لتسهل علي الحمل تاعها، ونحطها ببطء على الصينية هكذا، طريقة سهلة. ونعدل الحواشي بالأصابع، نعدل كامل الحواشي، الأطراف تاع العجينة في الصينية تاعي،
ثم نخلط الحشو ونحطه في الوسط، نحطه بدون ما ندهن بالسمن، ونعدله كامل الجوانب هكذا، نعدله على الأطراف، نعدل مليح، يكون السطح مستوي، يعني ما تكونش جهة طالعة على جهة، يكون كل الأطراف متشابهة، كل الجوانب متشابهة هكذا. ونروح نحل العجينة، الأربع كويرات الأخرى بنفس الطريقة اللي درنا في الأول هكذا، ونحطها من فوق الحشو. سهلة، طريقة سهلة، نعدلها. ثم ننزع الحواف بالحلال، ننزع كل الأطراف الزائدة بالحلال، ونقطع بالسكين كل الجوانب، يعني كل الصينية تاعي ندور عليها هكذا على الجوانب. ونجيبو يعني كرتونة تكون العرض تاعها نديرها 4 سنتيمتر، نخطط السطح بالظهر تاع السكين، نسطر كل خطوط الطول والعرض. هنا الحبات يجوني نفس المقاس، ونزيد نعاود نقطع الى الاسفل، نقطع كامل حتى الاسفل كل الصينية تاعي. نحط فيها الكاوكاو وندهنها بالسمن، كمية مليحة، يعني نصف كاس ولا فرغة، وندهنها كامل بالسمن. وهنا نحطها نخليها تريح على جهة، ونشعل الفرن تاعي لمدة نصف ساعة على 180 درجة، نخليها تريح. ونروح نشعل الصينية تاعي، ثم ندخلها في الوسط، نحطها في الوسط ونخليها تطيب حتى تحمر، يعني نخرجها ونسقيها بالعسيلة والعسل. هنا 1 كيلوغرام، كيلو تاع عسل، وانا زدت علبة صغيرة يعني للاحتياط باش تشرب مليح. هنا الطياب تاعها ضروري جدا، تعسيها في الطياب، الا ما عسيتيهاش التعب تاعك كامل يروح باطل. دخليها للفرن في الوسط، تحطيها في الوسط، تخليها 45 دقيقة، 45 دقيقة يحمر الجوانب تاعها وتصفار من الفوق. هنا تنزليها قاع لتحت في الفرن. انا قلبت صينية لتحت وحطيتها فوقها لتحت كامل، وتشعلي من الفوق وتخليها تطيب في غردها حتى تحمر كامل وتطيب من الفوق. هنا حذاري في الطياب، الا خليتيها ساعة ونص ولا ساعتين رايحة تيبس وتفسد لك الوصفة. هنا عن تجربة، لازم تعسيها في الطياب تاعها. فهذه هي النتيجة، تعسليها وتخليها تبات، وفي الصباح تقطعيها، يعني جات ما شاء الله جات طرية، كل ما تزيد تقعد تزيد تطرى. وهذه هي، لازم تجربي الوصفة، ولازم يعني اللي كنت لازم تجربيها عدة مرات باش تتعرفي تكتشفي الأسرار تاعها. وقسمت لكم حبة هنا باش تشوفوها من الداخل، وهي من الأسفل طايبة وطرية وجات معسلة وجات ما شاء الله. هذا الوصفة سهلة، وكثير من الأخوات يخافوا منها، ولكن ما عليكم غير تجربوها، ما فيها حتى صعوبة وتخرج ناجحة إن شاء الله. يعني تعرفي العبر على حساب الصينية تاعك، الكبر تاعها طايبة من الأسفل. وهذه هي وصفتنا، وبالصحة والراحة، وشهيدكم في الجنة، وإلى الملتقى.